حاجات غريبة قوي لقيتها في المتحف المصري اللي في القاهرة، ومن ضمنها النبات ده اللي انا مش فاهمة هم ازاي حنطوه كل الوقت ده، وكمان السكاكين بتاعتهم اللي عاملينها من ديل الاسماك. تعالوا اخدكم معايا في تور في المتحف المصري اللي في القاهرة واوريكم ايه الحاجات اللي ممكن تشوفوها هناك. اول ما هتدخلوا المتحف هتلاقوا كمية حاجات ورومز مختلفة مش هتكونوا عارفين تروحوا فين. اول حاجة لفتت نظري هي قد ايه التوابيت بتاعتهم تقيلة جدا، معظمهم وزنهم اكتر من طن، وكمان الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في الطبخ وقد ايه هم كانوا بيستخدموا الفخار باشكال كولرفل جدا ولذيذة. من الحاجات بجد اللي كمان عجبتني قوي هي الاكسسوارز بتاعتهم والالوان المختلفة اللي بيستخدموها. كان موجود different stones وأشكال، حاجات very fancy و luxurious، وحاجات تانية صغيرة كيوت عاملة زي الحاجات اللي بنجيبها من دهب. بعدها نزلت في روم كبيرة قوي وكان موجود فيها جلاس هاوس كبير جدا، والجلاس هاوس ده كان فيه أرضية كبيرة جدا معمولة كأنها لوحة مرسومة. وبعدها طلعت فوق وكان في حاجات مختلفة خالص عن اللي تحت، ومن اكتر البيسز اللي بهرتني هي الكراسي اللي كانوا بيقعدوا عليها الملوك، وكمان الجيمز اللي كانوا بيلعبوها زمان. وشفت حاجة غريبة كده انا مش فاهمة هي ايه لحد دلوقتي، لو حد عارف يكتب لنا في الكومنتس. وبصراحة لو مهما قلتلكوا عن المتحف ده مش هيكون كفاية، لانه فعلا بيحتاج مثلا ساعة او ساعتين تلفوا وتتفرجوا على الحاجات. كمان تذكرة الدخول فيه ب30 جنيه بس، فبجد مكان ما يتفوتش. بس حاولوا تاخدوا معاكوا جايد عشان يفهمكوا القصص ورا الانتيكس دي كلها، واكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة عجبتكوا في المتحف.